هادشي اللي غادي تسمعوا اكيد كيدار في الخاطر، واي واحد ملي غادي تسمعوا بزاف ديال التفاصيل في هذا الفيديو هذا غادي تخافوا على العائله ديالكم وعلى الام ديالك والاخت ديالك، حيت التفاصيل هادو اللي غادي تسمعوا ماشي باش نخلعكم، ولكن بغيت انكم تردوا البال، خصوصا الناس كاينين في كازابلانكا. الناس اللي كاينين في كازابلانكا عارفين بان محطه ديال ولاد زيان فيها افارقه كيشكلوا خطر على المواطنين. حنا كنعرفوا بلي ان السلطات كدير المجهودات ديالها طبيعه الحال باش تحمي المواطنين، ولكن هاد الناس هادو الافارقه راه طغاو بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف الخوت. شفنا اللايف وشفنا الفيديوهات اللي كاينين في شوف تيفي، المواطنين بزاف ديال المواطنين كيتشكاو، بزاف ديال المواطنين الخوت كيتشكاو كيقولوا بان الافارقه كيهجموا على اي حافله، كيهجموا على الكار كيهرسوه لدرجه ان ممكن انك يسرقوا لك التليفون ديالك بزز منك او لا يضربوك. فهاد الناس هادو الخوت كيشكلوا خطر كبير على المجتمع ديالنا صراحه، باش نكونوا واقعيين الخوت كيشكلوا خطر كبير على المجتمع ديالنا. ولا مشيتو بالضبط لشوف تيفي غتلقى اكثر ديال الناس اللي هما مواطنين كيتشكاو كيقولوا بان هاد الناس هادو خطر على المغرب. طبيعه الحال محطه ديال ولاد زيان ردوها، كيفاش ردوها؟ عامه بالازبال حاشاكم، ما فيها ما يتشاف. كنت انا في كازابلانكا، ماشي كيفاش كنت خليتها هادي عام، كنت في كازابلانكا ومشيت ليها وشفت واحد الحاله اللي خايبه بزاف. بلا ما ندويو على النظافه، لا كندويو على سلامه المواطن. المواطن الا مشى للمحطه ديال ولاد زيان باش انه يسافر على عند الوالدين ديالو، كاينين الناس الله يحسن العوان بغاو انهم يزوروا الوالدين ديالهم كل شهر ولا كل اسبوع، يطمئن، ماشي مثلا يدخل المحطه ويجي واحد افريقي ويهجم عليه. هذه بلادنا خصنا نعيشوا فيها بامان، خصنا نعيشوا فيها الامان. ولا تزيد نذكركم بان الامن كيدير المجهودات ديالو، ولكن هاد الناس هادو طغاو بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. كنتمنى ان الرساله ديالي انها توصلكم، وشاركوا الفيديو باش توصل الرساله.